تعرف ان موتور عربيتك ممكن يعيش معاك لعقود، بس السر مش في الحظ. السر في طريقة استخدامك انت وصيانتك ليه. اول حاجة، الزيت ده خط الدفاع الاول للموتور. لو ما غيرتوش في مواعيده الرواسب هتتراكم وتاكل في الاجزاء المعدنية. الافضل تغيره كل 5 ل10 آلاف كيلو حسب توصيات الشركة بتاعتك. تاني حاجة، الفلاتر، فلتر الهواء، البنزين والزيت. لو اتوسخوا الموتور هيستهلك بنزين اكتر وكفاءته هتقل. تالت حاجة، التسخين، وده مش رفاهية على فكرة. ما تدوسش بنزين جامد اول ما تدور العربية، سيبها دقيقة وامشي بهدوء لحد ما الزيت يوصل لدرجة الحرارة المناسبة. ولو عربيتك فيها تربو استنى شوية قبل ما تطفيها بعد مشوار سريع علشان خاطر تحميها من السخونية. رابع حاجة، نظام التبريد. راقب مية الريداتير دايما، السخونة الزايدة ممكن تبوظ وش السلندر وتكلفك كتير جدا. واخيرا، البنزين النظيف والحساسات. البنزين الرديء بيضعف الاداء ويزود الاستهلاك، واي عطل في الحساسات يخلي العربية تتعب من غير ما تاخد بالك. اهتم بموتور عربيتك وهو هيخدمك سنين طويلة من غير مفاجآت.